القسم الآخر وهم أولئك الشباب والفتيات الذين يقيمون علاقات عاطفية وغرامية، يحتفلون كذلك بهذا اليوم كما يحتفل النصارى، ويتبادلون الرسائل الغرامية والورود الحمراء. وربما خرج الشاب مع الفتاة إلى مطعم أو متنزه أو ساحل يحتفلان بهذا اليوم. أقول أولا لهذا الشاب: اتق الله جل وعلا. أسألك سؤالا: أترضى هذا لأختك أن يتبادل معها شاب أجنبي رسائل غرامية وورود حمراء وتخرج معه إلى المتنزهات والشواطئ والمطاعم؟ أترضى هذا لأختك؟ أنا سأجيب عنك. إن كنت رجلا غيورا فحلا فوالله ما ترضى لأختك هذا العمل، فكيف ترضاه لبنات المسلمين؟ اتق الله. وإن أحببت امرأة أو وقعت في قلبك فأت البيوت من أبوابها واطلبها من وليها. هكذا يفعل الرجل الشريف النظيف العفيف. ثم أقول لهذه الفتاة، أقول لها: اتق الله جل وعلا وارحمي تلك الأسرة التي تنتمين إليها والتي أعطتك ثقة ما كان ينبغي لهم أن يعطوك إياها. ارحمي تلك الأسرة فلا تدنسي عرضها بالفضيحة والعار والخزي والشنار، ولا تكوني وصمة عار في جبين تلك العائلة. وثانيا أقول لك: لا يغرنك الكلام المعسول الذي تسمعينه أو تقرأينه من رسائل هذا الشاب، فإنما يريد بغيته من لمسة أو قبلة أو زنا، ثم إذا أراد أن يتزوج فسيطرق باب بيت فيه فتاة في خدرها لم تعرف أحدا قبله. فليكن منك هذا الكلام على ذكر، وليكن هذا الكلام نصب عينيك. فاتق الله وخافي من الله جل وعلا.